مصطفى غريب. هتبوسني ولا ايه؟ صعود سريع ولكن مستحق لبطولة مطلقة وخروج من الستيريوتايبن. لفت مصطفى الأنظار لأول مرة في مسلسل الكبير بدور العترة، ويمكن وقتها ما كانش الناس شايفين قدراته الكوميدية بشكل كبير لأن الدور ساعتها كان محدود شوية رغم مساحته الكبيرة. لكن من بعدها بينطلق مصطفى في أدوار متنوعة في السينما كمان بجانب الدراما، زي فيلم وش في وش والعميل صفر وابن الحاج أحمد، لحد ما بتجيله الفرصة الأهم في دور عربي في مسلسل أشغال شقة. من كتر ما الدور مكتوب حلو ودمه خفيف ومساحته واسعة، يمكن كمان كان أوضح من دور هشام ماجد نفسه، وده مش قصور منه ولكن قدرة ممتازة من نجم على دعم دور مساند جنبه، لأنه مؤمن بقيمة ده في نجاح العمل ككل. وبالفعل المسلسل بينجح وبيتعمل منه جزء تاني بفضل ثنائية عربي ودكتور حمدي، واللي بطبيعة الحال بتتطور أكتر، وبياخد مصطفى مساحات أكبر في الجزء التاني، ومنه بقى لبطولات مشتركة كتيرة في السينما، وأبرزها فيلم فيها إيه يعني مع ماجد الكدواني، واللي أخد إشادة واسعة من جمهور ونقاد. بيخرج شوية عن ستيريوتايب دور الشخص الأقل ذكاء وسنيد البطل لشخصية أذكى ويمكن محركة للأحداث. يحسب كمان لمصطفى غريب إنه أكتر ممثل في قائمتنا بيقدم تجارب سينمائية، وده طبعاً مهم جداً لتاريخ أي فنان. وصولاً بقى لبطولة في الموسم الرمضاني اللي فات بمسلسل هي كيمياء، دور مختلف وجرعة ضحك عالية ونجاح غير مسبوق لبطولة أولى. المسلسل اتشاف بشكل كبير جداً وخد إشادة جماهيرية ونقدية، دلالة على إنه رغم إنه بمقياس الوقت قفزة سريعة للبطولة، ولكنه ما كانش قرار متسرع من مصطفى، لأنه بالفعل يستحقه بموهبته واجتهاده وتطوره. انفخ فيه الجلطات.